السلام عليكم. نداء لكل شخص مهتم بالكورسات المجانية وكمان بشهادات معتمدة وموثوقة في العالم كله. اولا كده قبل ما نبدأ الفيديو، معكم عبد الرحمن ابراهيم، والقناة دي بتعلن عن مجموعات على الواتس بتساعدك انك تتعرف على المنح او الكورسات او البرامج او الكامبات او السيشنات بكل انواعها. هتلاقي مجاميع لكل المجالات اللي في العالم، وطبعا الاشخاص في المجاميع دي بيساعدوك مجانا بدون اي مقابل. المهم احب اقول لحضراتكم انك مش محتاج غير موبايل، يعني هتتعلم وهتاخد اي كورس انت عايزه، وكمان بشهادات معتمدة وموثوقة في العالم كله، وكل ده مجانا ومن البيت. المهم بالنسبة للمجموعة اللي معانا النهاردة اسمها يوديمي كورسز. وطبعا اللي مش عارف يوديمي دي منصة من اكبر المنصات اللي بتقدم كورسات مجانية ومدفوعة في كل المجالات والتخصصات. بدون مبالغة منصة يوديمي فيها كورسات ملهاش عد ولا حصر. المهم من تجربتي المتواضعة جدا داخل كورسات يوديمي المجانية، اولا كده في منصة يوديمي او كورسيرا او EDX او غيرهم، كل المنصات دي اللي هي بتدي كورسات مجانية، يعني لما بتاخد اي كورس مجانا بتعرف كل تفصيلة فيه قبل ما تبدأ الكورس، بمعنى انك بتعرف مدته قد ايه، اسبوع، 2 شهر، 2 وهكذا بقى. وكمان في اختبار على كل وحدة ولا لأ، وكمان في شهادة بعد انتهاء كل كورس او الكورس اللي انت هتاخده ده ولا لأ، وكمان الكورس عربي ولا انجليزي، وتقريبا اعتقد في كل اللغات، يعني في كورسات بكل اللغات داخل المنصات دي، وهكذا بقى. كل التفاصيل دي بتعرف كل التفاصيل دي قبل ما تبدأ الكورس ايا كان هو ايه. ده بالنسبة للكورسات عموما في اي منصة. اما بالنسبة للمجموعة اللي على الواتس بتاعة يوديمي، احب اقول لكم ان المجموعة اللي معانا النهاردة مجموعة رسمية على الواتس. هتقول لي يعني ايه مجموعة رسمية على الواتس؟ هقولك يعني معترف بيها على الواتس وموثوقة من الواتس نفسه. وطبعا المجموعة تبع يوديمي ورسمية. بص سيبك من الكلام المجعلص ده، الموضوع بكل بساطة منصة يوديمي عاملين مجموعة ليهم على الواتس علشان يعرفوك كل الكورسات المجانية اللي ليها شهادات معتمدة ومعروفة وموثوقة في العالم كله، بالإضافة لأن الشهادة دي مجانية وزي ما قلت لحضراتكم معترفة في العالم كله. وأحب أقول لحضراتكم إن بشهادة يوديمي المعتمدة والموثوقة دي تقدر تشتغل أو تتقبل في المنحة، بمعنى أصح هتقدر تعمل CV محترم وقوي جدا، وتقدر تقدم في أي حاجة أنت عايزها على حسب الكورسات اللي أنت هتاخدها أو اللي أنت محتاجها، لأنك عارف إن كورسات يوديمي معتمدة وموثوقة في العالم كله. وكمان في حركة كده محدش يعرفها بتخليك تقدر تاخد اي كورس من كورسات يوديمي اللي هي على منصة يوديمي يعني مجانا. طبعا انا بتكلم بالنسبة للكورسات اللي هي البرو المدفوعة. بص في فيديو على اليوتيوب شارح الموضوع ده باستفاضة جدا جدا، هسيبه لكم في الوصف، وهعمل معاكم الصح وهسيب لكم بعض اللينكات كده اللي شارحة الموضوع ده في الوصف برضه. وعايز اقول لكم ان الموضوع سهل جدا فوق مما تتخيلوا. انت مش محتاج بس غير تليفون وشكرا على كده. وهسيب لحضراتكم كل اللينكات دي في الوصف، شوفوا الفيديوهات هتفيدكم جدا. وفي نصيحة هنا مهمة جدا، وهي ان الانسان بطبيعته لما بيلاقي اي حاجة او بياخد اي حاجة بالساهل بيشك فيها وبيتمرقع ويقضيها، وطبعا دي طبيعة بشرية عادي. بس اللي مش عادي هو ان الفرصة تبقى قدامك وتسيبها وتتمرقع بس علشان جت بالساهل. عايزك تحط في دماغك حاجة مهمة، وهي انك انت اللي هتندم مش انا. فحاول تستغل الفرصة عشان ما تجيش تندم وتقول يا ريتني كنت عملت في وقت ما ينفعش فيه الندم بعد فوات الاوان. والمفروض تكون واثق متأكد ان طالما عرفت او اي حاجة ظهرت قدامك، اي فرصة ايا كانت هي ايه، ثق وتأكد ان ربنا سبحانه وتعالى الحكيم المدبر اللي قال عن نفسه وكل شيء خلقناه بقدر. فثق وتأكد ان الشيء ده ايا كان هو ايه، طالما ظهر قدامك وعرفته يبقى المدبر سبحانه وتعالى اختارك انت عن باقي الناس. نهاية الموضوع حاول واسعى واعمل كل اللي تقدر عليه عشان ما تندمش وتقول يا ريتني كنت عملت. وافتكر ان الفرصة متاحة دلوقتي في ايدك، استغلها صح واعمل كل اللي تقدر عليه عشان ما تندمش. وبس كده، دي كانت نصيحتي ليكم، اتمنى تطبقوها وتعملوا كل اللي في ايديكم. وبس كده، شوفوا حضراتكم عايزين الفيديو الجاي عن ايه واكتبوا لي في التعليقات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش من اللايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.